عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل تورتايه سهله وبسيطه جدا ومقاس 16، وتزيين بسيط وخفيف جدا، اي حد مبتدئ يقدر يعملها. وبالمناسبه الديزاين ده مش تصميمي خالص، ده طبعا العميله جابته من على الانترنت وعجبها اول شكل دوت. وشكرا طبعا لصاحب التصميم. طبعا ده شيء ما يقللش خالص مني ان انا عملت ديزاين حد تاني هو اللي صممه. زي ما انتم شايفين حاجة سهلة خالص وبسيطة قوي وشكله رائع جدا ورايق جدا وبسيط جدا في التزيين، اي حد يقدر يعمله. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اولا كده انا معايا هنا الاسبونج مقاس 16، وده طبعا قالب مقاس 16. ان شاء الله قريب جدا 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 هننزل بطريقة الاسبونج السهلة البسيطة اللي مش مكلفة وناجحة جدا جدا باذن الله. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا طبعا سبتها تبرد وخرجتها من القالب. وهبتدي ان انا اشيل ورق الزبده دوت، وهبتدي ان انا اقطعها بالمنشار. انا ظابطه المنشار بتاعي على مقاس 9. انا يعني المقاس ده ماشي معايا حلو قوي وبيطلع حجم التقطيع حلو جدا. هنا هي هتطلع معايا 4 طبقات ممتازين، بس الطبقه الرابعه صراحه مش هحطها، هشيلها على جنب. زي ما انتم شايفين كده 3 طبقات على جنب، وادي الطبقة الرابعة هشيل منها طبعا الوش اللي فوق دوت اللي منصحش اي حد ان هو يخليه، سواء كان يعني هيعمله للبيت او سواء كان شغال. إيه، ما ينفعش نخلي الوش ملزق ده خالص في التورتايه، مش هيبقى حلو تورته او جاتوه. زي ما انتم شايفين كده 4 طبقات تحفة، الله اكبر يعني عليهم حاجة، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده هحط بقى معايا نص كوباية كريم جانتيه، عليهم ربع كوباية من الباستري. هنا عشان التورتايه مقاس 16 يعني صغيرة، مش هتاخد معايا كريم جانتيه كتير، وما فيهاش روزيتات وما فيهاش شغل بالكريم جانتيه كتير. فهياخد معايا هو المقدار اللي انا قلته قدامكم ده بالظبط، مش هيزيد ولا هيقل. طبعا هي العميلة عايزاها كاكاو، هنحط على الكريم جانتيه معلقتين كده كاكاو من الكوبايات المعيارية اللي بتيجي مع بعضها دي. وهبتدي ان انا اجيب كده القالب اللي سويت فيه، هحط فيه كيس بلاستيك كده كبير نضيف، طبعا شايلاه الحاجه دي مخصوص. وهبتدي ان انا احط كريم جانتيه واحط كريسبي. زي ما قلت لكم بحب احط كريسبي، بيعلي من التورتايه. ولو حابه تحطي نوتيلا، حابه تحطي بندق، ايا كان لو حابه تحطيه طبعا باتفاق مع العميل، وكل ده بيعلي طعم التورتايه وبيعلي من سعرها كمان. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اكمل الطبقات، احط الكريم جانتيه، نحط شويه كريسبي، ونحط الطبقه الاخيره ونسيبها في التلاجة شويه. وطبعا انا الكريم جانتيه هنا قسمته 2 حبه بالكاكاو زي ما انتوا شفتوا كده ان انا حشيت بيه التورته من جوه، والحبه التانيين او النص التاني حطيته على جنب بالفانيليا زي ما هو، ما جيتش جنبيه بالكاكاو. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي احطها في التلاجة كده ساعه نص ساعه على حسب ما وقتك مديكي. انا طبعا كان هو الوقت اللي قدامي هي ساعه بس. زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى اجيب البورده مقاس 16، هبتدي احط كده حبه كريم جانتيه عليها عشان اضمن ان التورته لازقه في البورده كويس جدا ما تتحركش معايا في عمليه طبعا التوصيل. وهبتدي كده ان انا اجيب كل الجناب ديت اشيل بقى الزيادات منها او اساوي الكريمه اللي طالعه من التورتايه. زي ما انتوا شايفين كده بالسكرابر كده، وهعمل مسحه كده خفيفه وبسيطه جدا. شايفين شكلها اللهم بارك، حاجه تفتح النفس. هبتدي بقى اجيب الكريم جانتيه طبعا عشان كان في التلاجة، طبيعي انا لازم اضربه حبه حلوين قوي بالاسباتيولا بتاعتي. وهنا جبت بقى الكيس الحلواني واي تب بقى، انا قلت عشان هشتغل بالتب ده على طول هحط فيه روزيتات كده، هحط بيه اسفل روزيتات كده بالاخر في اخر التورتيه يعني من تحت. فقلت خليني احط التب يعني على طول. فطبعا لو حابه ما تحطيش تب خالص ما تحطيش، وامشي بالكيس الحلواني. والكيس الحلواني هنا ليه ضروره لان احنا عاملينها بالكاكاو، فلو احنا حبينا نحط بالسكرابر ونسحب بالسكرابر ونسحب هنلاقي الدنيا كلها يعني بقت خلطة بيضة بالصلصة زي ما بيقولوا كده. هيبقى الكاكاو جه على الفانيليا وهتلاقي الدنيا مش لطيفة معاكي. فالكيس ده هيمنع حاجة زي كده، يمنع ان بسحبة السكرابر الفانيليا تيجي على الكاكاو. نبتدي بقى نسحب السكرابر كده عشان نجلسها تجليس بسيط كده وخفيف، لان انا لسه هديها بالسكرابر في شرشرة كده. زي ما انتم شايفين تيجي كده ان انا اجلس واظبط التورتايه كويس جدا واجلسها كويس جدا. شايفين
على فكرة التجليس ده والله حاجة سهلة جدا، بس عايز استمرارية وعايز كده تبقي واقفة يعني فاضياله كده خالص، مفيش حد منرفزك، محدش مضايقك، وتشتغلي هتطلعي بجد احلى تجليس في الدنيا. شايفين؟ ابتدي احط برضو يعني اشيل الكريمة، ابتدي لو حتة مثلا باينة احط كريمة تاني واسحبها، وهكذا. وهنا بقى جبت السكرابر، شايفين؟ هنا طبعا السكرابر خد حتة شوية كده يعني، دخل شوية على الكاكاو شوية، بس ما علينا، عادي عادي هنعديها كده كده. لسه هننزل دربات من الجناش، والجناش ده زي ما قلتلكم عبارة عن مكعب من الشوكولاتة الخام، عليه شوية زيت، عليه شوية لبن، وبحطهم على بخار مية. انا بحب الجناش ده جدا، بيديني طعم في الشغل بتاعي. عارفين انتوا زي طعم كده الكيكه الهوهولز كده، بيديكوا طعم حلو قوي. انا بحب الجناش ده والعملاء بيحبوا الجناش ده، فانا مستمره على الجناش ده لان نال رضا الجميع الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده ننزل دربات كده ونظبط الدنيا. طبعا كل بقى اللي نزل ده يعني هنشيله خالص وننضف البوردة بتاعتنا، يستحيل طبعا هنسلم بالشكل ده خالص. نبتدي بقى نكمل بقية الدربات زي ما انتوا شايفين. تورتايه سهلة وبسيطة جدا بجد، لو رايحة مناسبة ونفسك تعملي تورتايه، التورتايه دي مفيش اسهل منها. بصوا هي هنا زي علامة في كده، يعني انا جبت هنا نوتيلا شوكولات بيضة، اللي تحبيه واللي يريحك في الشغل اعملي بيه. وجبت كده التوت الكاندي دوت وزينت بيه زي ما انتوا شايفين كده. والعميلة كانت طالبة ان انا احط حرف الاس في الحتة الشوكولات اللي فاضية ديت. طبعا هي جايبة التصميم من على النت زي ما قلت، وهي اللي طلبت ان انا اعمل حرف الاس هنا كده بالظبط. حط بقى لايك، مننساش اللايك، بصوا انا حاطه اهو، محدش ينسى اللايك. فين اللايك؟ شايفين؟ انا كنت بحاول بس اظبط ايدي عشان انزل ما اقعدش احط الحرف والاقي ان انا لا جيت هنا حبه، جيت هنا حبتين، واروح نازله بيه في الشوكليت كده شكرا باظ. اشيل واحط كده في الحرف هلاقي الدنيا باظت معايا. هياخد طبعا من الجناش اللي انا حطاه، طبعا الحرف لونه ابيض فبالتالي هيبقى الدنيا باظت معايا، فعشان كده حاولت اظبط ايدي كويس جدا. زي ما انتم شايفين شكلها بيحكي عن نفسها، حاجه في منتهى البساطه ومنتهى الرقه منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو كده خفيف ولطيف كده، وتورتايه بسيطه خالص، بس هي بسيطه يعني، هي تورتايه شغلها بسيط جدا جدا جدا، واي حد مبتدئ يقدر يعملها. وطبعا كالمعتاد الكريمه كانت سايحه جدا معايا وضايقتني جدا في الشغل. كلنا بنعاني من حوار الكريمه ده، مش انا بس، يعني كل اللي شغال في الحلويات والتورته والجاتو بيعاني من حوار الكريمه اللي بتسيح قوي في الحر ده. زي ما انتم شايفين كده التورتايه خلصت معايا وبتحكي عن نفسها وجمالها ورقتها وبساطتها، يعني حاجه في منتهى البساطه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون النهارده الفيديو كان لطيف وظريف وخفيف عليكم. متنسونيش في اللايك والشير، وانتظروا فيديوهات كتير جايه، وسلام.